السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ دي اول مره ارد بشكل واضح على حاجه عملنا فيها اثاره جدل، لان احنا يعني في العاده لما بنزل فيديو حتى لو طلع فايرل برضو انا ما بحبش اتكلم عنه تاني، خلاص بيبقى الموضوع هنا كات ستوب، نشوف حاجه جديده. بس الموضوع ده بجد يعني حسيت احنا محتاجين يا بنات لو سمحتوا نقعد مع بعض كده نتناقش ويعني واعتبروا لو سمحت ان انا اولا مش تعتبروا، هو ده حقيقه، يعني ان انا مش شيخه، مش حد جاي انصحكم خالص، بالعكس انا باخد منكم نصيحه فعلا. يعني في اوقات كتير قوي انا بنزل حاجات بيبقى فعلا فيها اخطاء وبلاقيكم بتكتبوا لي في الكومنتس، وفعلا بستفاد منكم بشكل كبير جدا وباخد بالي منها. اوقات كتيره جدا في فيديوز كتيره قوي انا مسحتها بسبب ان في حاجات مثلا انا مش واخده بالي من الموضوع، وانتوا فعلا بتدلوني. يعني اغلب الاوقات انتوا اللي بتدلوني مش انا. بس الموضوع ده انا عايزه اتكلم فيه. الفيديو ده اللي انا نزلته من فتره كنت برد فيه على بنوته دخلت سالتني في الاسك على الانستجرام لو على موضوع حواجبي وان انا ليه بعملهمش والى اخره. عموما هسيب لكم اللينك تحت وادخلوا يعني اسمعوا الفيديو. مشكلتي مش هنا، مشكلتي مع الكومنتس اللي جت في الفيديو. انا فكرت كتير قوي يعني اشير الكومنتس وتشوفوها بقى باسماء الناس اللي كتبت ولا ده غلط، يعني خدت وقت كده عبات ما استقريت ايه اللي انا ممكن اعمل. بس انا لاحظت حاجه غريبه وحسيتها مخضوضه، يعني حسيت هو احنا ليه بنعمل كده؟ هو احنا ليه يعني وصلنا للمرحله دي من النقاش؟ يعني مثلا هل في حد فينا لسه مش عارف صحة حديث لعن الله النامصة والمتنمصة مثلا؟ هل حد فينا لسه مش عارفها؟ لا. هل حد فينا ما سمعش من حد معين او من شيخ معين او من حد قال له ان النامصه والمتنمصه هم الناس اللي بيعملوا حواجبهم مثلا؟ برضه لا، ما اعتقدش ان في ناس لسه ما وصلهاش المعلومه دي. هل في حد فينا لسه مش عارف انه اللعن هو الطرد من رحمه الله عز وجل؟ لا. هنا بقى بتيجي مشكله، ان احنا بنقاوح في ثوابت مش عارفه عشان ايه. والله العظيم انا اترعبت. الكومنتس عندي اتقسمت، حد قال ده حرام قطعا وكويس انك ما بتعمليهاش وبرافو، وحد دخل في البنت اللي كانت كاتبه الكومنت يعني السؤال يدعي لها مثلا او ينصحها او يقول لها طريقه، وحد ثالث خالص قعد يتكلم على الطريقه اللي انا يعني رديت بيها كل الحاجات دي ما كانش عندي مشكله معاها خالص، ان كل ده بالنسبه لي راي وتعبير، وكان الموضوع ما فيهوش مشكله. حصلت الخضه بقى او الرعب اللي خدته امتى؟ لما لقيت كومنتس من نوعين. النوع الاولاني افمن اتبع الهه هواه، ده بقى ده بيصلح لنفسه، يعني اللي هو مثلا هو كده الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. فلما اوصل لمرحله ان انا عارف ان دي حرام بس انا بعمل كده، يبقى انا بتبع هوايا، انا بتبع فكري، انا مش بتبع او كلام منزل او انا بتبع ربنا عز وجل. لا، انا كده بتبع هوايا، ومش هنضحك على بعض في ده. ودي حاجه ما ينفعش يعني حد مننا يعني نفتح فيها نقاش او نتكلم فيها. انت من جواكي عارفه ان انت بتتبعي هواكي، ودي كارثه. فكره ان ربنا يذكرهم في القران افمن اتبع الهه هواه، دي كارثه. انتوا بتصلحوا حاجات عجيبه. يعني في ناس بتقول انت ممكن بس تسرحيها وتعمليها بشويه جل وهيطلع شكلها حلو ومرتب، لان النظافه من الايمان. اول حاجه المكياج والرسم والى اخره ده المفروض لا يحل الا لزوجي، فده قطعا يعني. ففكره بقى ان انا ما سرحهاش وبس اسيبها زي ما هي، انا عادي يعني انا بعملها بس ممكن بفرشه او حاجه بس يعني اللي هو يعني بس كشكل يعني. لكن انه بقعد ارسمها بقى بقلم ومش عارفه ايه يعني ده المفروض لا يحل الا لزوجي. فدي نقطه لا اختلاف عليها، لان ده من ضمن برضو المكياج. طيب نيجي بقى على تاني نقطه. الناس اللي قالت بقى ده انا يعني هاخد لكم الردود بالترتيب لحد ما نوصل لليفل الوحش بقى، يعني فاهمين؟ ناس تانية قالت انت لو عملتيها تشقير مش هيطلع فيها اي مشكله. الناس دي الوحيده اللي كانت صح وفعلا ده حلال، ولكن انا مش حباها. انا بحب شكلي جدا كده، بلس انه زوجي بيحبني كده، فانا تمام يعني انا متصالحه جدا مع نفسي. فبس انا كان عندي مشكله مع الفئه دي في حالتين. في ناس كانت بتدي رايها بأدب جدا، اللي هو ما انت ممكن مثلا لو انت متضايقه منها يا مريم اعملي كذا، هو ده مناسب وده حلال. وفعلا انا تقبلت منهم رايهم، لان هم كانوا بيتكلموا يعني بادب قوي الصراحه، وكانوا برضو بينصحوا بنات تانية كان عندهم حواجب تقيله، فبيقولوا لهم ايه رايكم لو عملتوها تشقير افضل. مشكلتي بقى في الناس اللي دخلت بطريقه غريبه، يعني اللي هو ايوه شكلك مش عارفه كذا كذا كذا، ما تروحي تلميهم، ايه القرف ده؟ ايه اللي مقرف في شكلي؟ بجد والله
عرفيني ايه المقرف في شكلي بقى. انا تمام، ما تبصليش، خلص الموضوع هنا. بيجي بعدها الليفل بقى اللي بعده، الناس اللي بتحلل، يعني هو الزوايد بتاعه الحواجب مش حرام ان احنا نشيلها. انتوا بتضحكوا على نفسكم، وانتي عارفه انك بتضحكي على نفسك، وانتي عارفه ومدركه يعني ايه لعن وطرد من رحمه الله. الموضوع كبير قوي، لان انتي ما جالكيش كتالوج في تشريح للحواجب بشكلهم الاصلي اللي نزلهم بيهم ربنا عز وجل، فعرفتي دي زايد على الحواجب. انت اكيد ما تعرفيش ده. فبما انك ما تعرفيش ده وقررتي انه الزايد عن الحواجب هو يعني اللي هواكي هيئهولك، فبالتالي دي كارثه. هو المفروض ان الناس اللي بتشيل هي الناس اللي عندهم هنا، او الناس اللي عندهم شكل سيء جدا جدا جدا. وفعلا دي ناس احنا قابلناهم، يعني حالات كان بيبقى يعني فعلا يعني حجم حواجبهم حاجه كده، فدي برضو بيجوز فيهم حالات التجميل مثلا. فبتبقى وده بيبقى في النوادر، مش اي حد يعني، ولازم فتوى شرعيه وحد يشوفهم، ومش اي حد كده يعني هلا هوبا هيروح يعمل الموضوع. يعني اللي انا قصدي اتكلم عليه يا جماعه، احذروا من فكره افمن اتبع هواه. ما تهولش لنفسك الاجابات اللي انت عايز تسمعها، ما تحللش حاجات هي مش محلله، وما تحطش افتراضات حتى لو اللي انت بتقوله سمعته من شيخ. لان ناس كتبت لي قالت لي بس احنا سمعنا من مش عارفه مين وانه لا عادي وما فيش اي مشكله. انتوا بس اللي بتأفوروا الدنيا يا جماعه. لو انتوا غير متاكدين من الحديث وعايزين تسمعوا الشيخ الفلاني مع انه في شيخ تاني قال ان هي حرام قطعا، افتكروا باقي الحديث كان فيه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. فدايما الحاجه اللي انت شاكه فيها وانت غير متاكده من الاولانيه ومش عايزه تتبعي هواكي عشان ما تكونيش من الناس اللي هم فمن اتبع له هواه، افتكري ان ده بقى اصبح شكوك بالنسبه لك. وافتكري كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيها. فبالتالي لو حاجه اقدر استغنى عنها زي حواجبي، الطرد من رحمه الله دي حاجه مرعبه. ابوس ايدك راجعي نفسك. يعني في حاجات ممكن نتهاون فيها ونتناقش فيها، عشان ده معناه انك هتروحي ربنا لسه ليكي رحمه، لسه قادره تطلبي الرحمه. لكن ان انا اروح وانا مطرود من الرحمه عشان فلان في الشارع هيشوفني حلوه، مع انه ما شافني بجد، ومع انها ما شافتني، ومع انها ما شافتني وقالت لي الله انت حلوه، ولا يخصني ولا يمتني بصله. انا بس والله العظيم يا بنات انا عمري ما حبيت اتكلم على حاجه اتكلمت فيها قبل كده مره كمان، ودي حاجه كنت برفضها قطعا. بس دلوقتي اللي خلاني اتكلم والله ويشهد الله ان ده بس خوفا من كم الحاجات اللي شفتها. احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنبرر الدين، بنبرر الغلط، نحاول يعني هو ده الحرام اهو، فاحنا بنحاول نعمل ايه كده علشان اقدر اعمل الحرام من غير ما يبقى ضميري متضايق. ادي كل الفكره. بس هو انا من يقيني عارف انه حرام، بس اقول لا اصل هشيل وزر الشيخ اللي قال لي. لا انت كمان عليكي وزر، لاني انت كمان كنتي وصل لك الحديث وعرفتي، وانت اللي دورتي على حلول بديله عشان تعملي الحاجه دي. الموضوع كبير. فارجوكم راجعوا نفسكم 100 مره قبل ما توصلوا للنقطه دي. ويشهد الله ان انا بقول الكلام ده وانا خايفه من قلبي، والموضوع ده اتقفل هنا، انا مش هرجع افتح الموضوع ده تاني. بس انا بكلمكم على ده مش بس عشان موضوع الحواجب، في المجمل حاولوا تعملوا. وهرجع اقول تاني انا مش شيخه ومش ان انا ما عنديش اخطاء، بل بالعكس تماما. انا اوقات بعمل كوارث، اوقات لما باجي اخرج مش دايما قادره اخد بالي من حجابي، او قادره اعافر مع نفسي، مش دايما قادره اعمل ده، ومش دايما مش قادره احط ميك اب خالص، ومش دايما كلنا عندنا كوارث، وانا عندي كوارث. والله ان لولا ستر الله ما كنتش يمكن طلعت بالصوره دي قدامكم. كلنا عندنا كوارث. بس انا يعني اللي بقوله انه على الاقل ما نعملش الحاجات اللي تخلينا مش قادرين نطلب الرحمه من ربنا عز وجل. يعني دي كبيره قوي اكبر من الذنوب العاديه او الاخطاء العاديه، او بغض النظر عن انه ما حدش فينا يقدر يقلل من قيمه الذنوب العاديه وقد ايه دي حاجه كبيره ولازم نصلحها.
وبس. دمتم بخير يا جماعه، واتمنى تكونوا فهمتوني من غير اي خناقات في الكومنتس ارجوكم. وبس دمتم بخير يا جماعه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.